طبعا 3 سنوات من التهجير، 3 سنوات من الاحتلال، 3 سنوات من القتل والسياسة الممنهجة التركية في المنطقة وفي سوريا بالكامل وفي شمال وشرق سوريا جسد الواقع كما هو. طبعا الواقع في المناطق المحتلة من جميع النواحي بما فيها الناحية الحقوقية الواقع سيء للغاية، وهذه الانتهاكات التي تجري بشكل متواصل والتي اتسعت رقعتها حتى يومنا هذا بدءا من بداية الاجتياح واحتلال المنطقتين وأريافهما، بالإضافة إلى احتلال مناطق سابقة، والجميع يعلم بالمساحة المحتلة الآن من قبل تركيا، شتى أنواع الانتهاكات الجسيمة، وهي طبعا تخالف معايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الاتفاقيات الأممية بخصوص حماية حقوق الشعوب الأصلية أو الأصيلة، بالإضافة إلى عدم التزامها بمبادئ قانون الدولي الإنساني في ظل الحرب. الغاية الأولى من هاي العمليات هو تغيير التركيبة السكانية لهذه المناطق، تراجع حتى من منطقة التركية تراجع نسبة فيها تقريبا إلى 20% بعد أن كانت يعني منطقة كردية بنسبة 95%. رغم هاي الصعوبات المحيطة بالمهجرين يبقى خيار العودة في ظل الغلبان الأمني وعشوائية القتل والخطف والاعتقال في المناطق المحتلة خيار أصعب من البقاء بها. كثير الممتلكات التي لا تجيز الضرورة العسكرية وما تتطلب المعايير الدولية بحماية ممتلكات النازحين من التدمير والاستيلاء أو الاحتلال أو الاستخدام بشكل تعسفي وغير قانوني. كما ينص أيضا القانون الدولي على وجوب السماح للمدنيين والنازحين قسرا أثناء النزاع بالعودة إلى ديارهم بأسرع وقت دون شروط دون قيود، ويحظر على المحتلين نقل فئات من السكان من منازلهم لأسباب غير أمنية واستبدالهم بسكان مناطق أخرى. لا يزال مهجري مناطق سريكانية مثل الأبيض وعفرين يعيشون بمخيمات غير محترف فيها، مخيمات يمنع النظام السوري لحد الآن دخول المنظمات الأممية لتقديم المساعدات الإنسانية فيها، مخيمات تفتقر مقومات الحياة الإنسانية، يعاني المقيمين فيها من أوضاع إنسانية سيئة تفاقم صعوبة حرارة الصيف وبرودة الشتاء. الانسحاب من مناطق الإدارة الذاتية والتوجه إلى خارج حدود مناطق الإدارة الذاتية، قرارهم هذا لم يكن إنسانية أو يمت الإنسانية بصلة، وترك شعبنا وقواتهم وإدارته يواجهون مصيرهم أمام قوة مسلحة بأسلحة وتكنولوجيا الناتو وبضوء أخضر أمريكا. وحين أصبحت نقطة التمركز لمهاجري سريكاني هي بلدة التمر، ومن بعدها تم نقلهم من قبل الإدارة الذاتية إلى الحسكة، وافتتحت مراكز إيواء في المدارس بالإضافة إلى استقبال العديد منهم من قبل المجتمع المضيف. وحسب الإحصائيات بلغ عدد المهاجرين الذين توجهوا للحسكة نحو 150,000، ونحو 12,000 توجهوا إلى درباسية، وفي تلتمر بقي في مراكز إيواء نحو 5,000، وفي عمودة وقابشلو وتوجه إليها نحو 15,000. وبعد الغزو التركي تم نقل النازحين إلى مخيم العريشة الواقع جنوب مدينة الحسكة. بشائرها في عهد الاتحاديين، حكم الاتحاديين في تركيا، والتي تنامت بشكل يعني في العهد الجمهوري بشكل غير مسبوق. لكن سياسة التتريك لم تقتصر على سوريا على طول الخط. إذا بدنا نأصل لحالة سياسة التتريك لازم ندرس جميع المناطق التي تدخلت فيها تركيا، ابتداء من لواء اسكندرون التي جهدت تركيا منذ عام 1918 إلى عام 1939 على سلب هذا اللواء السوري، والذي كانت بنيته الاجتماعية في معظمها عربية سورية، عربية بالمطلق. كتف هذا الموضوع بعد عام 91 وعام 2003 بعد خروج المدينة والمنطقة، منطقة كركوك، من سلطة نظام بغداد، علما بأن تاريخيا وجميع الوثائق تدل على أن كركوك مدينة كردية وهي ذات هويات متعددة. طيب
وجود الضحايا كمناصرين اساسيين في الاساس هو ما فيش حد بيعرف يحكي عن العله اكتر من الشخص اللي حاسس بيها. فقدره الضحايا ليكونوا هم مناصر اساسي لقضاياهم ويكونوا هم اللي بيدعوا للتغيير فيما يتعلق بهذه القضايا، هم اقدر الناس على طرح الادله وطرح المشاعر ذات العلاقه بقضاياهم. فده في حد ذاته بيؤدي الى وضوح الصوره بشكل اكبر. فأي برامج هي بتعمل من أجل إنه يكون في وجود أساسي للضحايا بصفتهم مناصرين أو بصفتهم شركاء في عملية المناصرة، هي برامج بيكون لها تأثير عالي طالما هذه البرامج هي قادرة إنها تساهم في تنظيم الضحايا وتساهم في إنه إزاي يكون الموضوع ماشي بشكل مبني بشكل عنده القدرة على الوصول بشكل حقيقي وتوصيل الرسائل بشكل حقيقي. يعني مستحيل حدا يعرف انه في انتهاك، والمحكمه الدوليه تعرف انه في انتهاك اذا ما تم توثيق هذا الانتهاك، وهذا بيتعلق مثل ما حكوا الزملاء قبل بمهمه الضحايا انفسهم. الضحيه نفسه هو ضحيه، ولكن من الواجب عليه وعلينا كمان بيشتغل اي حدا مثلا بيعمل مجال الشغل العام المنظمات رح نيجي كمان لو سمح الله بدور منظمات المجتمع المدني بهذا الخصوص. ممكن تكون في تحديات بمراجعه المؤسسات الحكوميه او المؤسسات الموجوده، مثلا شخص يكون مطلوب الجيش، شخص يكون مطلوب الناحيه الامنيه حتى هي النواحي ممكن احيانا تخطيها سواء بتوكيل محامين او سواء بادوار بمنظمات المجتمع المدني. وانا طبعا عم بحكي هذا الشيء عن تجربه لمنظمات ومنها تآسر ومنها سوريون عملت وثائق وحافظت جزءا نوعا ما على حقوق بعض الاشخاص خاصه فيما يتعلق بالملكيه وما الى ذلك من خلال المساعده في توكيل محامين، والمحامين اللي راجعوا المؤسسات الحقوقيه او المؤسسات الرسميه واستحصلوا على بعض هذا منزلي. يعني في اشخاص انه يعرفوا كم كيس اسمنت حطوا ببيتهم، كم يعني لبنه عمروا فيها البيت، وش قد عمر هذا البيت، على عكس الاشخاص اللي عم يستولوا على البيوت هلا وعم يبيعوها من شخص لشخص بدون اي وثائق ملكيه بتعدي سافر وباشراف مباشر من الدوله التركيه. فورا لكلام اردوغان عندما يقول انه هاي المنطقه انسب للعرب، انا كعربي لا يناسبني ان اعود الى راس العين ولا يكون معي جاري الكردي الذي عاش الافراح والاتراح معي وجاورني بمقاعد الدراسه والعاب الطفوله. هاي ابدا لن تكون عوده امنه. ويمكن هو عم يقصد عرب فلسطين او عرب الغوطه او عرب اساسا منتهك حقوقهم. فحق انتهاك يولد انتهاك، اكيد ما تقبل كل حقوق الانسان اللي يعتبر قانون من اعظم انجازات البشريه. الارتباط والمقاومه ثم المقاومه، نعم السياسات الممنهجه على الشعب الكردي ليست بجديده ولا زالت قائمه، الشجره المثمره هي التي ترمى بالحجاره.